تحياتي مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل الوطن أو خارج أرض الوطن. اليوم غنتكلم على واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعة، موضوع مهم، موضوع اللي غادي نكمل لكم على المشكل اللي كاين في المقاطعة ديال مدينة المحمدية. كما كتعرفوا جميعا الناس المحمدية كيعرفوا المشاكل ديال المقاطعة اللي فيها. واحد المقاطعة فيها مشاكل عديدة، مشاكل بزاف، والناس ما كتهضرش، كلشي ساكت. مشيت مؤخرا نصايب شي وراق، دخلت ليها لقيت الفوضى. راه فايت لي تكلمت على هذه المقاطعة هذه، وعاود غادي نزيد نوضح للمشاهدين الكرام. هذه المقاطعة هذه فيها مشاكل، كلها مشاكل. كتطلع الفوق كتلقى المقاطعة بحال الجوطية، كتلقى المشاكل بزاف. الناس كتسنى 4 السوايع 5 السوايع ديال ليغاليزاسيون. وملي مشيت اسيدي بانت لي امروج ديال القيد كاينه محطوطه. مشيت عند الشاوش سولته، قلت ليه واش كاين القيد؟ قال لي كاين، ويني قال لي راه ما كيستقبل حتى واحد، ما كيدخل حتى واحد عنده. هذا مرارا وتكرارا، هذا القيد هذا ما كيدخل حتى واحد. مشيت انا على غفله، دقيت وحليت الباب ودخلت على القيد. الشاوش مشى. ملي شفت القيد، ملي دخلت على القيد على غفله، دقيت حليت الباب. اش لقيتو كيدير؟ لقيتو هاز التليفون كيشاطي. انا شنو كان كيصحابني واش القيد جالسين مع شي ناس لداخل. ملي هضرت مع الشاوش قال لي راه ما كيستقبل حتى واحد. لقيتو جالس سيدي القيد حاط رجل فوق رجل وهاز التليفون كيشاطي. واش هاد القيد هذا واش ما سيقش الخبر اش واقع الفوق ديال المقاطعه؟ علاش ما كيستقبلش الناس؟ راه القيد محطوط تما باش يقضي اغراض ديال المواطنين وديال الناس. ولقيت واحد الفوضى الفوق، مقاطعه كلها فوضى بحال الجوطيه. الجوطيه مازال احسن منها. اش هاد المشاكل هذا؟ انا ما نكذبش عليكم صراحه، انا ما صراحه ان هذا القيد هذا خصو يتحيد، ما يبقاش مازال يدور هنا في هذه المقاطعه هذه، لانه ما قيد والو. انا كنت كيصحابني انا واش القيد جالس مع الناس لداخل، قالوا لي راه ما كيستقبل حتى واحد، ما يدخل عنده حتى واحد. قلت انا في الاخر اش لقيتو داير؟ حط رجل فوق رجل وهاز التليفون وكيشاطي، ومخلي عباد الله كتغوت الفوق، والناس كلشي ساكت. علاش هاد الشيء؟ وملي حطيت ليه الورق فوق البير قال لي شكون انت؟ اش كتقول لي شكون انا؟ شوف الوراق بعدا هما الاولين. ولاش جيت انا؟ علاش جيت؟ باش نصايب الوراق ديالي، باش نقضي الغرض ديالي، ليغاليزاسيون. كتقول لي شكون انت؟ ولا من طرف من؟ علاش هاد من طرف من؟ وعلاش هاد الهضره شكون انت؟ تقول لي شكون انت؟ انا مواطن عادي دخلت عندك باش تغاليزي لي الوراق، تعطيني الوراق ديالي. ونقول لك انا شكون انا حقوقي واعلامي. انا دابا جاوبتك شكون انا حقوقي واعلامي. راه ماشي انت جابتك وزاره الداخليه حطتك هنايا في المقاطعه باش تهز التليفون وبدات تفلع على عباد الله. لا، القيد ما كاينش، انت راه ما قيد ما والو، وانت راه ما خصكش تبقى في هذه البلاصه. هذه المقاطعه ما خصكش تبقى فيها. انا كنهضر معاك، انا كنجاوبك دابا. انا حقوقي واعلامي. حطيت لك الوراق، شوف الوراق اش المشكل عندي، ماشي تقول لي شكون انت. مرة اخرى ونديد، هذا القيد راه ما يبقاش هنا، وانا راه غنتابعك. الفوضى في المقاطعة. واش عباد الله هذاك اللي كيغاليزي سكران؟ واش عباد الله كيشربوا الشرب في مقاطعة؟ واش هذه مقاطعة؟ وسد عليك البيرو
وكتقول للشاوش ما يدخل عندي حتى واحد، حتى دخلت عليك على غفله لقيتك هاز التليفون كتشاطي. انا يصحابني واش عندك الناس، واش كتستقبل الناس؟ انا كنقول لك الحقيقه، كنقول لك الصراحه. انا راه من غدا نبغي نهز باليزتي، نهز باليزه نمشي لاوروبا، راه عندي الدار في اوروبا، نمشي نعيش في اوروبا كاع. انا ما نعيش هنا، انا راك تعيش في النرويج. سيدنا راه ما تيبغيش هذا الشيء. انا جيت عندك كمواطن، ما بغيتش نقول لك شكون انا. مواطن عطيتك الوراق ديالي وقال لي سيدي الوراق ديالي، ماشي تقول لي شكون انت ولا من طرف من. انا راه بغيت غنتابعك، انا راه حقوقي انا نقول لك شكون انا. انا دابا راه حقوقي اعلامي. انا راك تعيش في اوروبا، عايش في النرويج في سكندناف. هادشي راه ما كاينش. هادشي المقاطعه فيها الفوضى، فيها الصداع، فيها المشاكل، فيها التبزنيس، فيها القميله. واش عباد الله موظفين سكرانين؟ هذه مقاطعه هذه، وسد عليك انت في البيرو وحط امروج ديال الدوله حطها في الزنقه. هذه راه كارثه، هذه راه فضيحه من فضائح بمدينه المحمديه. انا راه ما نسكتش على هذا الشيء. جيت عندك حطيت لك الوراق، شوف بعدا الوراق، ماشي تقول لي شكون انت. شوف الوراق شنو فيهم. اش المشكل عندي؟ سولني بعدا قول لي شنو عندك، اش المشكل، وشوف الوراق اش المشكل عندي. راه سيدنا راه حطك تما، حطك باش تقضي اغراض ديال المواطنين وتشوف المسؤوليه اللي عندك. راك جالس في هذاك البيرو راك تتخلص 8000 درهم ولا 9000 درهم وامروج ديال الدوله وليسانس ديال الدوله، تجي تضحك على المواطنين. واش مع راسك؟ هادشي راه ما خدامش. ومازال غادي نتابعك ونمشي حتى الداخليه في الرباط. والى اللقاء في حلقه قادمه.